الناس اللي بيشوفهم العالم أقوياء جدا هم أكتر الناس اللي جربوا الألم والخسارة. كلنا وقعنا بس مش كلنا قمنا. في ناس فاكرة ان القوة انك تفضل صلبة على طول، ما تتكسرش وما تعيطش وما تتهزش. بس الحقيقة القوة الحقيقية مش في انك ما تقعش، القوة الحقيقية في انك تقع وتتوجع وتقوم تاني، حتى لو كانت رجلك بتترعش وقلبك مش قادر وبتتوجع بس تقوم. في علم النفس يا صديقي بيسموا ده المرونة النفسية، واللي هي القدرة على التعافي بعد الأزمات. مش معناها انك ما تأثرش، بالعكس معناها انك تتأثر بس ما تستسلمش. في دراسات كتير يا صديقي اتعملت على أشخاص مروا بظروف قاسية جدا، حروب، فقر، فقد، خيانة، صدمات طفولة، لكن اللي خلى بعض الناس دي تنجو مش إنهم أقوى عضليا أو أذكى، لأن عندهم نقطة ارتكاز داخلية وروح المقاومة وعدم الاستسلام أكتر بكتير. والنقطة دي يا صديقي ساعات بتكون شخص، وساعات بتكون هدف، وساعات بتكون ربنا سبحانه وتعالى. مثلا الناس اللي بيشوفهم العالم أقوياء جدا هم أكتر الناس اللي جربوا الألم والخسارة. نيلسون مانديلا يا صديقي قعد 27 سنة في السجن، بس خرج وهو بيقول كنت ببني الحرية جوايا حتى وانا محبوس. مالكوم اكس، عبد الكريم الخطابي، ستيف جوبز، اوبرا وينفري اللي اتعرضت للتحرش في طفولتها وفقر، كل دول اتكسروا لكن ولا مرة وقفوا. ربنا سبحانه وتعالى يا صديقي بيقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. القرآن يا صديقي ما وعدناش إن الطريق هيكون سهل، لكن وعدنا بحاجة أعظم بكتير، إنك مش لوحدك، وإن ربنا سبحانه وتعالى شايفك، وإن قيامك من وقوعك في أجر كبير عند ربنا وفي عزة ونصر كبير. رسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يعني القوة في إنك ما تتألمش، القوة إنك تكمل رغم الألم، وده هو المعنى الحقيقي للصبر الجميل. مش صبر الاستسلام طبعا، ده صبر المقاومة. تعالى يا صديقي أقول لك على الحاجات اللي ممكن تخليك قوي في يوم من الأيام. اعرف ليه هتقوم، اعرف السبب اللي انت عايز تقوم علشانه. يعني اكتب هدفك، رسالتك، أي حاجة في حياتك تستاهل إنك انت تقوم علشانها، زي ابنك، أمك، نفسك القديمة، حتى حلمك. 2 اسمح لنفسك تقع، مش مشكلة، حدد وقت الوقوع وما تسيبهاش وقت طويل في الوقعة دي. 3 يا صديقي لو عندك إنجاز وبتمر بيه، وعندك أهداف حتى لو صغيرة وبتمر بيها، وأنجزت فيهم هدف أو حلم صغير، احتفل بيه، مش مشكلة. 4 ودي مهمة جدا، اطلب المدد من ربنا سبحانه وتعالى أو من شخص تكون بتحبه. وبالمناسبة عمر ما كان الطلب ده ضعف، بالعكس ده وعي كبير. 5 ارجع شوف نفسك بعين ربنا سبحانه وتعالى، العين اللي بتقولك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انت مش ضعيف ولا حاجة، ممكن تكون الدنيا بس بتمتحنك شوية. من الآخر يا صديقي مفيش حاجة اسمها شخص قوي وشخص ضعيف، في شخص بيقوم وشخص بيستسلم. وانت حتى لو وقعت 1000 مرة خليك فاكر انه لسه بدري.